تحيات مشجعي الهلال العاشقين. استعدوا لرحلة مذهلة ستثير قشعريرة البشرة. استعدوا بشدة، لأن ما سيتم الكشف عنه ببساطة لا يمكن تفويته. إذا كنتم مؤيدين حقيقيين لفريقنا الحبيب، انقروا على زر الإعجاب الآن لتظهروا تفانيكم. قبل أن ندخل في هذا الكشف المذهل، أحتاج إلى شيء حاسم من كل منكم الذي يشارك شغفه بالهلال. اشتركوا الآن في قناتنا وفعلوا الإشعارات. بهذه الطريقة ستكونون دائما في المقدمة، ولن تفوتوا لحظة واحدة من هذه الرحلة المذهلة، ولن تفوتوا أي تفصيل من الخبر المتفجر الذي يعتزم أن يهز العالم. ببساطة رائع. ولكن قبل أن أكشف المزيد، أرجو أن تعجبوا بالفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لاستلام تحديثاتنا اليومية. الآن دعونا نتعمق في كلمات جوارديولا. الدوري ينمو بسرعة. ليس هناك شك في ذلك. كان كريستيانو رونالدو رائدا، والآن ينضم له لاعبون كبار آخرون مثل نيمار وبنزيما. في الماضي تم ذكر مدى إعجابهم بأسلوب لعب نيمار. جودته لن تتراجع بسبب ذهابه إلى المملكة العربية السعودية، بل على العكس، اللاعبون مثله يرفعون مستوى الدوري والمنافسة. بشأن قراره، بالتأكيد لديه أسبابه الخاصة، ليس من اختصاصنا الحكم. نتمنى له الأفضل، أن يتغلب على العقبات الأخيرة ويستمر في جذب العالم بأسلوبه الفريد في لعبة كرة القدم. كما رأينا، يظل جوارديولا معجبا متحمسا بنيمار، وهو يعتقد أن تلك الانتقال لن تؤثر على أدائه. ومع ذلك، ينتقد الفرق التي تبيع لاعبين من الطراز العالي للأندية السعودية. والآن، لنتقدم إلى الوقت الحاضر. يستعد منظر كرة القدم السعودي لاستقبال اكتساح جديد. الجاذبية للعب في المملكة العربية السعودية قد أقنعت نجم كرة القدم العالمي محمد صلاح. ووفقا لأهم محطة إذاعة في منطقة الشرق الأوسط، قناة بين سبورتس، قبل الهجوم اللاعب المتألق في ليفربول بمقترح نادي الاتحاد. هذا النادي، الذي اكتسب بالفعل بنزيما وفابينيو وكانتي، الآن يستهدف صلاح. ومع ذلك، هذا الاتفاق يعتمد على توصل إلى تفاهم بين الاتحاد وليفربول. يقال إن النادي السعودي مستعد لدفع ما يصل إلى 100 مليون يورو، 594 مليون ريال برازيلي، مقابل اللاعب المصري. تستهدف المملكة العربية السعودية أيضا الوعود الشابة الأوروبية، وعبر توني كاروس عن استيائه من هذه الاتجاه. انتقد لاعب وسط ريال مدريد بشكل علني نقل ميوه بيجا من سيلتا فيغو إلى الاتحاد، ووصفه بأنه مخجل. إذن، زملائي المتحمسين، هل توافقون مع وجهة نظر جوارديولا؟ إذا لم يتخذ الأندية إجراءات، فإن المزيد من اللاعبين سيغامرون بلا شك في عالم كرة القدم السعودي. شاركوا آرائكم في التعليقات. هذا كل شيء. شكرا لمشاركتكم، وحتى اللقاء القادم.